السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي منى أحمد. إن شاء الله هنعمل النهاردة الزبادي زي اللبان وزي الجاهز وطعمه كريمي وجميل ومتماسك زي ما انتي شايفة كده. هقولك على أسرار نجاحه وأسباب فشله، وإن شاء الله هينجح معاكي وهيبقى كويس وأحسن من الجاهز وهيوفر معاكي طبعا كتير. فانتي تابعي معايا الخطوات وخدي بالك منها. ده كيلو الا ربع لبن أو حليب دوت، انا غليته، جايبه سايب غليته وبعد كده سيبته دافي خالص، يعني بتسيبيه كده زي دمعة العين. دي معلقة زبادي كبيرة، كنت جايبه علبة وخدت منها معلقة كبيرة. هحط عليها معلقتين لبن وهدوبها كويس اوي، مش هخلي فيها اي تكتلات، هدوبها لغاية ما تبقى كريمية خالص، عشان بعد كده هنزلها على اللبن وهقلب فيه كويس، وبعد كده هبتدي ان انا اصبه في الكوبايات او في الكاسات او زي ما انتي حابة، في علب، في اي حاجة زي ما انتي حابة. اهم حاجة بس ان انتي تدوبيه كويس وما تخليش فيه اي اثر زبادي، تقلبيهم كويس لغاية ما يبقوا كريمي خالص. هو ده سر نجاح الزبادي. اما اسباب فشله ان انتي تحطي الزبادي كده من غير ما تقلبيه، زائد ان انتي بتحطيه وهو اللبن يكون سخن، هيعمل معاكي تكتلات وهيخرز ومش هيبقى حلو خالص ومش هيبقى كريمي. ومن اسباب فشله برضو ان انتي بتسيبيه يكون قشطة على وش اللبن، المفروض ان انتي بتقلبيه بالمعلقة باستمرار، او لو انتي نسيتي وما خدتيش بالك ممكن تضيفي الزبادي، معلقة الزبادي على اللبن، وهتحطيهم في الخلاط وهتضربيهم كويس قوي، بعد كده هتصفيهم في مصفى وتحطيهم في الكوبايات او في العلب اللي انتي حابة تحطي فيها. يعني في طريقة كده وفي طريقة كده اللي انتي حباه. بس انا كده خليته كريمي خالص الزبادي مع معلقتين اللبن، وهقلبه كويس برضو مع اللبن. بعد كده هبتدي ان انا اصبه في الاطباق، هتحطيه في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة عالية، بعد كده هتطفيها وتسيبيه، واهم حاجة ان انتي تغطي الوش، تغطيه بقى بغطيان لو هي علب، او ممكن تغطيه بورق سلوفان. هتسيبيه لمدة 6 ساعات، طبعا احنا عشان في الشتا عملته فسيبته من بالليل وشيلته يعني بعد الفجر كده بشوية، وبعد كده بتحطيه في التلاجة لمدة ساعتين، هتلاقيه تماسك وبقى كريمي وبقى ليه وش قشطة كده زي ما بتشتريه من عند اللبان بالظبط. وفي بديل برضو ان انتي تحطيه في ميكروويف بدل فرن البوتاجاز، بتسخني الميكروويف على 5 دقايق وبعد كده بتطفيه وتحطي الزبادي وتغطي الوش طبعا، وهتقفلي عليه الميكروويف وهيعدي 3 ساعات، وبعد كده تكرري نفس الخطوة دي تاني، تسخني 5 دقايق وترجعي تحطيه وتغطيه، وبعد ما يعدي عليهم ال3 ساعات التانيين هتقومي هتحطيه في التلاجة ساعتين، هيتماسك، وبعد كده تاكليه بألف هنا وشفا. زي ما انتي شايفة كده تماسك، وانا قلبته على ايدي طبعا ما تقلبش لان هو متماسك جدا وفيه قشطة. جربيه وان شاء الله هيعجبك. انا هنا عملت كيلو الا ربع، عمل معايا زي ما انتوا شايفين كده ال5 اطباق بالكوباية. طبعا الطبق اللي هو فيه اقل كمية دوت ده بنفس كمية العلبة الزبادي اللي انتي بتشتريها الجاهزة من بره اللي هي اللي في ايدي دي، فانتي طبعا هتوفري كتير لان الطبق هنا عامل يعني علبة ونص بالعلبة دي، فيعني عامل كده معايا الكيلو الا ربع بتاع 6 علب من العلبة اللي هي الجاهزة. ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك لو عجبك الفيديو، ويا رب اكون خفيفة على قلبكم. ولو عاوزة طريقة الزبادي بالفواكه ابعتيلي في الكومنتات وانا هرد عليك ان شاء الله او هعملك فيديو ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.